ميني بانكيك لفطار سهل وسريع. كمان تقدري تجددي بيه اللانش بوكس بتاع أولادك في المدرسة. هنعمله بمكونات بسيطة ومقادير مظبوطة، بالكوباية وبالجرام وبالمعلقة كمان، وبيضة واحدة بس هتعملي منه كمية كبيرة. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة عشان يطلع معاكي مظبوط من أول مرة إن شاء الله. ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع أم عبد الله أتوم، أم عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمقادير اللي هنحتاجها: كوباية دقيق 120 جرام، 5 معالق كبار وعليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوباية لبن 125 ملي، 15 معلقة كبيرة، بيضة وعليها كيس فانيليا، تلت كوباية زيت 25 ملي، 4 معالق كبار، ربع كوباية سكر 50 جرام، 3 معالق كبار. وطبعا دي أقل مقادير ممكن تعمليها، ولو حابة تعملي كمية أكبر ضعف المقادير. بنجيب طبق ونحط فيه البيضة وكيس الفانيليا، ونضرب البيضة بمضرب سلك لحد ما يفتح لونها. والبيضة اللي بستخدمها بتكون في درجة حرارة الغرفة. بنحط عليها السكر ونضربهم مع بعض لحد ما السكر ما يدوب في البيضة ولونها يفتح شوية كمان. نحط عليهم الزيت ونضربهم مع بعض لحد ما كل المكونات ما تتجانس مع بعضها. نحط عليهم اللبن ونقلبهم مع بعض مرة تانية. واللبن اللي بنستخدمه أي لبن متاح عندكم ويكون في درجة حرارة الغرفة. بنحط عليهم الدقيق، وقبل ما نحطه على باقي الخليط بننخله كويس، والخطوة دي مهمة جدا. ودي الكوباية اللي بعاير بيها الدقيق وباقي المكونات. بنقلب كل المكونات مع بعضها بمضرب سلك لحد ما الدقيق ما يختفي خالص. وده القوام اللي بنوصله بعد كل المكونات ما اتجانست مع بعضها، وهو قوام مش خفيف ومش تقيل، شبه قوام البشاميل. بعد ما الخليط جاهز بنصبه في كيس تلاجة عادي خالص، او كيس حلواني لو متاح عندك. بعد ما بنفضي كل الخليط في الكيس بنفتح فتحة صغيرة خالص في الكيس عشان نقدر ننزل منها الخليط بسهولة. بنجيب طاسة غير لاصقة نمسحها بمسحة زيت خفيفة ونسيبها تسخن على درجة حرارة متوسطة. وأول ما الطاسة تسخن نبدأ ننزل الخليط بالحجم والشكل اللي تحبيه. وأول ما يظهر فيها فقاقيع هوا زي ما انتوا شايفين في الفيديو بنقلبها على طول على الوش التاني، وناخد بالنا ان احنا بنسويها على درجة حرارة متوسطة. وكمان هي ما بتاخدش اكتر من 10 ثواني عشان تحمر من تحت على حسب حجم البانكيك اللي انت عاملاه. بنكمل باقي البانكيك بنفس الطريقة، وناخد بالنا ان احنا مش بنحط زيت تاني في الطاسة، هي اول مرة بس. وده شكل البانكيك بعد ما خلصته، وهو طالع بعجينة مظبوطة ومستوي تسوية مظبوطة وريحته جميلة جدا. وكمان هو سكره كده مظبوط، مش مسكر قوي، واللي حابب يكون مسكر يزود كمية السكر لو مش هيقدمه مع عسل او شوكولاتة سايحة. بتقدموا البانكيك بالصوص اللي تحبوه او مع عسل نحل، وانا حطيت عليه صوص الشوكولاتة وهو في الحالتين طعمه لذيذ جدا. وقدمته مع نوتيلا بيتي، وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان دي النوتيلا اللي عملتها معاكم على القناة ب3 طرق اقتصادية مفيش اسهل منهم، وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. ودي تعتبر اسهل واسرع تحلية وفطار ممكن تعملوه، ما بياخدش وقت خالص. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تشوفوا بقى الفيديوهات اللي نزلتها للمدارس والفطار.
كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.